الثراء الفاحش كان بيداعب عقل الفنان محمد فؤاد، وفي عز ما هو بيفكر ازاي يكبر القرشين اللي معاه ويزودهم، جاله شخص وقال له: ايه رأيك تدخل شريك معانا في شركة عقارات، واللي هتدفعه هتكسب ضعفه. محمد فؤاد اتبسط واترسمت على وشه ابتسامة عريضة. فؤاد قعد مع الكام شخص دول وشرحوا له كل حاجة، وقالوا له: احنا شركة مع بعض في شركة عقارات كبيرة، كل الحكاية اننا محتاجين شريك جديد يكون معانا ويدفع مبلغ ما يقلش عن 10 مليون جنيه. فؤاد قال لهم: كل اللي معايا 12 مليون، لو خدتوهم هيكون مكسبي قد ايه؟ وقتها عملوا له البحر طحينة وقالوا له هتكسب أكتر من 24 مليون جنيه، وكل كام شهر هتاخد نسبة من الأرباح. قالوا له على النسبة اللي هياخدها وعلى الوقت هيكون قد إيه بالظبط. فؤاد فضل يحسبها يمين وشمال مع نفسه، لقى إن الكلام حلو وجميل وإنه فعلا هيكسب كتير من وراهم. فؤاد قعد معاهم وبص على العقود ومضى معاهم واداهم 12 مليون جنيه كاش، واتفقوا على وقت معين يتحول له أول نسبة من الأرباح على حسابه. عدى الوقت وشهر يجيب شهر ومفيش أي جديد، وكل ما فؤاد يتصل بحد فيهم يخترع له مليون حجة ويديله ميعاد ويخلف معاه. فوقش فضل على الحال ده وقت كبير، ورغم المماطلة اللي عمال يتعرض لها لكنه ما كانش عايز يفرض سوء النية، وكل كام يوم يتفق معاهم على ميعاد انهم يقعدوا سوا ويخلفوا الميعاد وما يقعدوش معاه. لحد ما حصل اللي كان متوقع، محدش فيهم بقى يرد عليه نهائي. اتصل بيهم أكتر من 12 مليون مرة اللي دفعهم، لكن لا حياة لمن تنادي، وفي النهاية عملوا له كلهم بلوك. وقتها فؤاد اتأكد إنه اتنصب عليه رسمي. ما شاء الله نبيه قوي. خد العقود اللي مضاها معاهم وطلع على اسم شرطة الشروق، وعمل محضر نصب في مجموعة أشخاص إنهم نصبوا عليه في 12 مليون جنيه، وإنهم أخلوا ببنود العقود اللي بينه وبينهم، ووهموه بوجود شركة عقارات وإنه دخل شريك معاهم فيها. فؤاد اتصدم لما عرف إن الشركة ملهاش وجود أصلا. الأول كان فاكر إنهم طمعوا في الأرباح ومحدش اداله نصيبه، لكن الموضوع أكبر من كده بكتير، لأنه ولا في شركة ولا في عقارات ولا الأسامي اللي قدمها فؤاد في البلاغ ليها وجود من الأساس. يعني عملية سرقة نظيفة وجريمة كاملة، وكان الضحية فيها هو الفنان محمد فؤاد. رغم إنه أعلن من وقت قليل إنه راجع ب70 أغنية جديدة، والناس كلها استغربت الرقم 70 أغنية بحالهم، لكن ما كانش حد يعرف إن فؤاد مستني الأرباح عشان يغربل السوق بأغانيه. لكن الأرباح راحت، وأكيد الأغاني كمان راحت زيهم. فؤاد كل ما يعلن إنه خلاص راجع بقوة تحصل حاجة تخليه يكتئب وما يرجعش. نتمنى إن كل المشاكل دي تتحل في أقرب وقت، وفوقش يرجع من تاني بقوة لجمهوره اللي إحنا جزء منه.